من مكتب طلة الفني، تعالى اقولك شوية نصايح عشان تبوظ شقتك. بص، احنا المره اللي فاتت قلنا لك ما تستخدمش منسوب الشرب. المره دي هنقولك عن تاني حاجه لو ما ركزتش فيها في التاسيس تاكد انك بوظت مستوى التشطيب كله افقيا وراسيا. طب يعني ايه؟ في حاجه اسمها مرحله البؤج والاوتار. ايوه برضو، يعني ايه؟ ابسطها لك. البؤج هي نقط من الجبس او الاسمنت بنحددها في اماكن معينه على الحيط عشان نحدد مستوى التشطيب المطلوب، وبتكون على مسافات منتظمه، يعني حوالي من متر ونص لمترين بين كل بؤجه والتانيه. طب هتسالني اشمعنى الرقم ده؟ عشان اكبر مقاس للدراع او القبه اللي بيستخدمها الفني بتكون مقاسها ماكسيمم مترين. طيب والاوتار؟ ودي بقى مونه بنربط بيها بين البؤج عشان نتاكد ان السطح مستوي، وبعدها بنتشيك عليها بميزان الميه عشان نتاكد انها مستقيمه وعلى نفس المستوى. وانت طبعا مش هتعمل كده خالص، ها؟ ما انت عايز تبوظ شقتك بقى كده. انا فهمتك يعني ايه بؤج واوتار. تعالى بقى اقول لك لو ما عملتهمش ايه اللي هيحصل. اول حاجه هتلاحظها ان الحيطه بتاعتك مش مستويه، وده هياثر على الديكورات والتجاليد اللي هتتركب بعدين، كمان الفرش والمرايات. كمان هيبان معايا في تقفيله زاويه الجبسون بورد مع الحيطه. تاني حاجه هيأثر على فينش الدهانات نتيجه لانعكاس الاضاءه على الحيطه اللي طبعا اتكون فيها ظل ونور. اخيرا وطبعا دي اكتر حاجه هتزعلك، وهي التكلفه الاضافيه اللي هتضطر طبعا تدفعها عشان تصلح كل الحاجات اللي بوظناها دي. طب احنا ليه بنفهمك كل ده؟ عشان نوضح لك الفرق بين الطرق الحديثه والطرق التقليديه اللي احنا كشركه هندسيه مش بنتبعها خالص. وبس كده، انا ضمنت لك ان انت هتبوظ شقتك. لو عجبتك النصايح دي اوعى تعمل زيها، بس ما تنساش مع طلة لسه في امل. تواصل معانا دلوقتي وهنوصلك لجوده تشطيب بيت احلامك وانت في مكانك. ما تنساش اللايك والفولو وتابعنا في اللي جاي.